في حاجة كده لو أدركتها هتريحك كتير أوي في حياتك. أنا عايزك تدرك إن فعلا فعلا محدش مهتم بحياتك. محدش مهتم يعرف أنت نجحت ولا فشلت. محدش مهتم يعرف أنت اتكسلت النهاردة ولا لأ. محدش مهتم يعرف أنت شديت نفسك النهاردة جامد واشتغلت جامد على شغلك ولا لأ. محدش مهتم. أنت فاكر نفسك الشخصية الرئيسية في الكون، الناس عمالة تبص عليك ومركزة معاك ومركزة في حياتك ومركزة انت بتعمل ايه وبتروح فين وبتيجي منين وكم مرة كسلت وكم مرة انجزت وكم مرة عملت. محدش فعلا من جواه مهتم انت حالتك عاملة ازاي دلوقتي. محدش من جواه عايز يعرف انت عامل ازاي دلوقتي. ممكن يكون حب من ناس قريبة منك ان هي تكون عايزة بس تطمن عليك، بس هو فعلا محدش مهتم بحياتك. فياريت قبل ما تعمل أي خطوة ما تبصش ولا تركز أصلا للناس هتقول ايه. في ناس كتير مثلا عايزة تبدأ كونتنت، يعني عايزة تبدأ كونتنت، شايفة إن الناس هتركز معاها قوي، شايفة إن عيون الناس هتبقى عليها وهيفصصوا حتة حتة بقى في الفيديو، وإيه الواد ده بيقول كلام عامل كده ليه وطريقة كلامه عاملة كده ليه وكذا وكذا وكذا. محدش مهتم، هو كله هيشوف، هيسكيب. كله مهتم بحياته، كله مركز في نفسه. انت لما تكون مثلا ماشي في الشارع وحصل لك موقف محرج مثلا، وقعت ولا اي حاجة، او في مطعم او في حاجة زي كده مثلا، لما انت تكون مدرك ان محدش مهتم، كله مركز في حياته، ممكن يحصل في ساعتها، يحصل بقى تريقة بقى او يحصل ضحك او يحصل اي حاجة، فكله لاجل الموقف مش لاجل ان هم مهتمين بيك. يعني انت لو جيت تاني في نفس المكان بنفس الاشخاص بنفس كل حاجة، محدش اصلا هيفتكر الموقف، لان هو انت بتعمل له في دماغك حجم اكبر من حجمه. انت بتعمل للحاجات اللي انت عايز تعملها حجم في عيون الناس اكبر من حجمه الحقيقي. لما تكون يعني حاجات بسيطة، مثلا غيرت ستايل لبسك او غيرت اي حاجة، في ناس كتير قوي مش هتركز غير الناس القريبة منك، هتقول لك انت عملت كذا، انت عملت كذا، انت غيرت كذا، صح، انت عملت كذا. بس الناس كتير جدا 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 من معارفك مش مهتمين اصلا انت بتعمل ايه ولا غيرت ايه، كله مركز بس لو حاجة تخصه. انا ليه كنت عايزك تدرك الموضوع ده؟ عشان الموضوع ده بيعطل ناس كتير جدا ان هي تعمل اي حاجة. مثلا واحد فتح بيزنس، واحد اشتغل فريلانسر، واحد بدأ يطلع فلوس اونلاين، واللي هي هتبقى في عيون الناس اللي حواليه، مثلا اهله، مثلا الناس اللي هي ممكن تنتقده بشكل عام، اللي هو ايه الهبل اللي انت بتعمله ده، روح اعمل واعمل واعمل الحاجات المنطقية اللي هم شايفينها منطقية انها تتعمل. بس انت بعد ما تعمل برضو اللي في دماغك وتفضل ماشي في طريقك، محدش هيبقى مهتم خالص. بعد بقى ما توصل، الناس هتيجي تديك الفاليديشن اللي انت عايزه على قد التعب اللي انت عملته، لكن طول الطريق وطول الفشل وطول الحاجات دي كلها محدش هيركز معاك. محدش هيركز يقول ايه الخطوة الهبلة اللي هو عملها دي. محدش هيشغل حياته كلها بيك. هم عندهم حياة وأحداث وناس بتحصل. ما تفتكرش إن أنت واخد دماغ أشخاص معينين، أو إن أنت تفكير حياة شخص معين وقاعد دلوقتي بيفكر فيك على طول وأنت بتعمل إيه وبتروح فين وشغل نفسه بيك. مفيش حد مهتم. اعمل اللي أنت يريحك ويريح دماغك، طالما مش غلط، طالما مش حرام. ما تبصش لنظرة أي حد عنك، اصل كده كده كلنا هنموت، فاهم؟ فلو انت عطلت نفسك عن الحاجات اللي انت كنت عايز تعملها الكويسة، او اللي انت كنت حابب تعملها، وعطلت نفسك عنها عشان كنت خايف ده يقول عليك كذا وده يخاف يقول عليك كذا، وهو في الاخر هيموت، وانت كمان هتموت وكلنا هنموت. فانت مش مستاهل ان انت تعطل حياتك على حد، او مستاهل ان انت تعطل حياتك على رأي حد فيك. دوس دوس واشتغل على نفسك، عشان ما فيش حد هيسندك غير نفسك. كل الناس اللي بتبص عليك وبتنتقدك دي محدش فيهم هينفعك. مش هينفعك غيرك انت بس، انت اللي بتعمل الشغل اللي انت عايزه ده. اللي انتوا كلكم بتنتقدوه ده انت بس اللي بتعمله. يعني كل دول يوم ما انتقادهم فعلا يأثر فيك وانت تبطل، محدش هيبقى مهتم برضو ان انت بقيت فاشل ما بتعملش. بالعكس، انت هتقل من نظرهم مع ان هم اللي بينتقدوك، بس انت الكلام أثر فيك كراجل، وانت كراجل المفروض تكون عارف هتعمل ايه، يعني المفروض وبتعمله، وانت اللي عارف الصح من الغلط. محدش هيجي يقولك اللي انت بتعمله ده خلي بالك بيبقى شكلك فيه مش كويس، اللي انت بتعمله ده خلي بالك احنا مش شايفينه كويس. ما تخليش الناس دي تأثر عليك ولا كأنهم موجودين. ليه بقى؟ بعد ما يقولوا كده هينشغلوا بقى بحياتهم. بص، عيش حياتهم عادي ولا كأنك موجود. مش هيفضلوا بقى كل حاجة تعملها يقعدوا يقولوا ده كذا ده كذا ده كذا. لا، انت دوس واعمل اللي انت عايزه، واللي انت شايفه صح دايما اعمله. انت كده كده عارف انت بتعمل ايه، مش محتاج رأي اي حد. بس
شوف الفيديو ده عشان هيفيدك جدا، واعمل لايك عشان ناس غيرك تستفاد بالفيديو ده، واعمل سبسكرايب عشان تشوف محتوى اكتر من ده يطور لك عقليتك. وبس اشوفك الفيديو الجاي.